ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتنزلوا تحطوا لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. النهارده هعمل لكم بقى وصفه حلوه جدا جدا جدا. دي الوصفه اللي بتفكرني بالحبايب، ماما الحاجه الله يرحمها، اللي هي جدتي ام مامو. دي وصفتها في الفراخ في الفرن. انا النهارده هعمل لكم فراخ في الفرن بطريقه تحفه، طعمها خطير وفي نفس الوقت سهله جدا جدا، ما بتاخدش اي وقت وما بتاخدش اي مجهود. اللي انا عملته هنا، اللي انا فرمت البصل هفرمه ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده، بطريقه يعني والله الطريقه تحفه تحفه تحفه. المهم البصل اللي انا فرمته ده هنزل عليه في الصينيه اللي انا هعمل فيها الفراخ. واي حد بيتفرج على الفيديو ده يترحم على ماما الحاجه الله يرحمها. هنا حطيت فلفل اسمر وملح، برضو بتحطوا على حسب الكميه، انا بصراحه مش بحط مقادير معينه، بعناية كده يعني. وهقعد افرك البصل جامد قوي في الفلفل الاسمر والملح كتير بقى لحد ما ينزل ميته. وبعد كده هنزل عليها بالطماطم اللي انا خلطتها. بس كده طريقه ولا اسهل ولا اسرع. بعد كده هجيب الفراخ اللي هعملها، هقعد اقلبها بقى في الخلطه اللي انا عملتها دي كده عشان احطها في الفرن. انا بحطها في الفرن، بحطها تحت خالص على درجه حراره عاليه لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي زي ما انتم شايفين بحطها على الشوايه تاخد لون، تاخد وش بس، لكن هي بحطها نيه وبتستوي عادي في الفرن في الصوص بتاعها كده. والله العظيم يا جماعه طعمها بيبقى خطير خطير خطير. والصوص اللي فيها ده بيبقى تحفه، الصوص اللي فيها ده اصلا بيتاكل، يعني البهاريز اللي بتبقى فيها الطماطم والبصل وكده بتتاكل وبتبقى زي السكر. والله العظيم ما شاء الله يعني. زي ما انتم شايفين كده الصينيه لما اخدت وش وهي استوت زي ما قلت لكم في الفرن لوحدها. ودي البهاريز اهي بوريها لكم، بتتاكل بتبقى تحفه. بالهنا والشفا على قلبكم، يا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم. هعمل جنب منها ايه بقى؟ هعمل جنب منها شويه بزله. البزله بتاعتي طبعا انا متواضعه وكل حاجه، بس البزله بتاعتي بتبقى تحفه، بتبقى مسكره والله العظيم مسكره كده. برضو مش بعمل فيها اي افتكاسات، طريقه عاديه جدا. وانا عامله النهارده الاكل بطريقه ماما الحاجه الله يرحمها يا رب. ف... فالاكل طعمه حلو قوي وفي نفس الوقت سهل جدا. زي ما انتم شايفين انا عملت البصل شوحته لحد ما دبل، ما تحمرش البصل دبل بس، ونزلت عليه بالطماطم المخلوطه. بس كده هسيبها بقى لحد ما تتسبك، يعني انا هحطها على نار عاليه عادي، هغطيها واسيبها لحد ما تتسبك. اهو اتسبكت زي ما انتم شايفين، تقلت خالص. بعد كده هنزل عليها بالبزله. انا بحط بزله اكياس عادي وبحطها مجمده زي ما هي كده من الفريزر، هي بتسيح على طول في نفس الثانيه. هحط كوبايتين ميه، طبعا لو عايزين تحطوا شوربه بتبقى حلوه برضو. انا ما كانش عندي شوربه عشان عملت الفراخ في الفرن، فحطيت ميه كانت حلوه جدا جدا. هحط مرقتين 2 مرقه دجاج، هيعمل عن طعم الشوربه. وحطيت شويه فلفل اسمر، مش هحط ملح عشان مرقه الدجاج بتبقى حادقه، فلو حطيت ملح هتحدقي مني. طبعا لو محتاجه ملح ممكن تحطي، بس انا محتاجتش ملح. هعمل جنب منها ايه بقى؟ شويه رز بالشعريه كده حلوين، برضو ما فيهاش اي افتكاسه. هحط شويه معلقه سمنه على شويه زيت، وهحمر في الشعريه لحد ما لونها يوصل للون ده كده. تحطوا كميه الرز، طبعا الرز ده انا غسلاه حلو قوي ومصفياه. كان في كلمه ماما الحاجه الله يرحمها كانت بتقولها لي، تقول لي اغسلي الرز لحد ما الميه بتاعته تبقى بتتشرب، اللي هي تبقى الميه شفافه قوي. بس كده انا حطيت طبعا معايير الميه، انا بحط كوبايتين ميه على كوبايتين رز، طبعا بنعمل حساب الشعريه. هنحط رشه الملح ووطي النار لحد ما يستوي، بس كده. هات كده كاخ، كده كاخ. خوخة هاتي بص. بس كده بوريكم في الاخر الرز هو الحمد لله استوى بقى حلو قوي الحمد لله. والبزله استوت برضو، وانا بحبها تقيله ما تبقاش صيصه، بحبها تقيله كده شويه. برضو محتاجتش ملح، مرقتين الدجاج بس، طبعا انتوا بتدوقي لو احتاجت ملح بتحط لها. بس اكله حلوه وسهله وسريعه وبالهنا والشفا.